بص، هو كده كده مش مقبول ان لاعب يمد ايده بالقلم على وش التاني. حسين الشحات غلطان اوكي، بس الشيبي مش ملاك يعني، ده لعيب من شمال افريقيا، وده مش افتراء لا سمح الله. تعال اما اقول لك ليه. حاله من الغضب والخناق لا تنتهي على السوشيال ميديا في الساعات الاخيره بعد مباراه بيراميدز والاهلي، واللي فيها قدر بيراميدز ينهي سلسله اللا هزيمه لبطل الدوري الموسم ده. بعد المباراه كلنا شفنا وتابعنا خناقه الشوارع اللي حصلت في الملعب. بنتفاجئ ان حسين الشحات بيقرب من الشيبي وبيقول له لفظ خارج، ومش بس كده، لا ده بيضربه بالقلم، وكأن ملعب المباراه اتنقل من الدفاع الجوي لحاره في حي شعبي. امر مش مقبول، مش كده؟ لكن الروايه دي ناقصه. الحكم على حسين الشحات وانك تنتقده شيء مقبول وبيأكد انك انسان سوي، لكن مش مقبول برضو انك تداري عينيك وتقفل ودانك عن انك تسمع من الطرف التاني. ايه اللي وصل حسين الشحات لكده؟ واشمعنى هو مش عبد المنعم مثلا المعروف عنه ان اندفاعي ودمه حامي حبتين تلاتة؟ الاجابه ممكن تكون في كلمه الشيبي، اللاعب المغربي صاحب الاصول من شمال افريقيا، محترف كبير وعنده امكانيات جيده فنيه طبعا، لكن هو لاعب استفزازي. ده مش افتراء، ده ظهر قدام الكل في اكتر من موقف على مدار الموسم في الدوري، وظهر اكتر واكتر في الخناقه الشهيره له في لقاء السوبر مع لاعبي الاهلي في الامارات. بل ان الشيبي ما كفهوش خناقاته مع لاعبي الاهلي في الامارات، ووصلت انه يوجه اشارات لجماهير الاهلي يومها استفزازيه جدا، فيما معناها كان بيقول لهم علوا الصوت مش سامعكم كويس، حركه كانت ممكن تؤدي إلى كارثة. الشيبي نفسه رجع من تاني وكرر نفس الحوار ضد جماهير الأهلي في الدفاع الجوي لما بيراميدز سجل الأول بخطأ من عبد المنعم، فراح عند الجماهير وشاور بعلامة انتوا صغيرين، وده كان تاني أو تالت هند يقول لك قد إيه اللاعب ده استفزازي. نرجع تاني، حسين الشحات اللي اعترف بخطأه واتصالح مع الشيبي بعد دقايق بالظبط من الحادثة، طلع واتكلم واعتذر من تاني على صفحته في فيسبوك، لكن أكد انه تعرض للسباب لأهله ولمراته اللي هي عرضه. حسين الشحات راجل شرقي من مدينة السلام، حي شعبي معروف وأصيل. تخيل لما واحد فيه كل المواصفات دي يتعرض للسباب في أهله ومراته، منتظر رد فعله يكون ايه؟ انت نفسك رد فعلك هيكون ايه؟ انسى بقى كل ده وتعالى اقول لك الغريب في القصة دي ايه، لأن زي ما اتفقنا من الأول حسين كده كده غلطان مفيش شك، لكن الغريب انه بعد الصلح واللي بشهود كل الصحفيين كان بالاتفاق بين الطرفين، رجع الشيبي علشان يكمل في مسلسل هابط اسمه الصعبانيات، فقرر يكتب على انستجرام انه بيتعرض لهجوم وعنف غير عادي خلال لعبه في الدوري المصري، وانه على طول حاسس انه تحت التهديد، وكأنه بيلعب تحت تهديد السلاح مثلا. يعني الراجل جالك وصالحك وتعاقب من النادي قبل ما يروح بيتهم اصلا، فايه اللي يخليك تكتب بطريقه فيها صعبانيات وتتكلم عن تهديد مستقبلك في مصر وانه هينتهي صعبانيات افري تايم؟ نقطه اخيره في القصه دي، حسين غلطان، وكان موقف مثالي من سيد عبد الحفيظ بتوقيع عقوبة عليه وصلت ل 300,000 جنيه، وكمان خد جزاؤه بالإيقاف لمدة مباريتين من الرابطة. لكن اوعى تنسى الشيبي مش بريء تماما، افتكر ده كويس، ما تأمنش اللاعب من شمال أفريقيا إلا علي معلول. طبعا ما ننساش بقى شركائنا في الوطن ماسكين القصة غسيل ومكوى، وبيتكلموا عن الأخلاق والرياضة، واحنا كل يوم بيوتنا داخل فيها شتايم لأعراض الناس بسبب المسؤولين عن الكورة عندهم. يا أخي اتق الله، إذا بليتم فاستتروا.